أهل القيم انتو جبل ما ينحني، ويكون رسل من ينسحب لازم مدينة تنبني. شدوا الحزب أهل القيم انتو جبل ما ينحني، ويكون رسل من ينسحب لازم مدينة تنبني. نحمي العراق احنا ونظل عدنا السيادة الكاملة، واللي وقف ضد الوطن على الحق ابد من جامله. نحمي العراق احنا ونظل عدنا السيادة الكاملة، واللي وقف ضد الوطن على الحق ابد من جامله. شدوا الحزب أهل القيم انتو جبل ما ينحني، ويكون رسل من ينسحب لازم مدينة تنبني. واحد يظل هذا العراق ما نرضى واحد يقسمه، من تنقسم هاي الأرض كان ننجرح قلب السيمة. واحد يظل هذا العراق ما نرضى واحد يقسمه، من تنقسم هاي الأرض كان ننجرح قلب السيمة السيمة. أهل القيم انتو جبل ما ينحني، ويكون رسل من ينسحب لازم مدينة تنبني. شدوا الحزب أهل القيم انتو جبل ما ينحني، ويكون رسل من ينسحب لازم مدينة تنبني. أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة صلاح الدين الفضائية. نصر جديد باشرت به القطاعات الأمنية من خلال تحريرها للكثير من المناطق المغتصبة من قبل عصابات داعش الإجرامية. نحن الآن في جولة ميدانية حرة مع السيد محافظ صلاح الدين الدكتور رائد إبراهيم الجبوري وعدد من القيادات وأيضا القيادات الأمنية المتواجدة هنا على أرض المعركة. بدأنا هذه الرحلة من مدينة سامراء انطلاقا إلى شمال المدينة حيث منطقة الشيخ محمد وأيضا نهر الرصاصي وسور شناس، وبعد ذلك إلى الجلام والبخدة والتي تم تحريرها بالكامل من قبل القوات الأمنية وأبناء الحشد الشعبي وأبناء العشائر المنتفضة بوجه داعش الإرهابية. الآن بدأنا الرحلة الجديدة إلى قضاء الدور الذي تسيطر عليه أيضا القطاعات الأمنية وأبناء الحشد الشعبي بالكامل، وأيضا تم دحر عصابات داعش في هذه المنطقة. ويكون رسل من ينسحب لازم مدينة تنبني، لازم مدينة تنبني. أهل القيم انتو جبل ما ينحني، ويكون رسل من ينسحب لازم مدينة تنبني. شد لحسامك يا بطل هو يا وطن احزانه، خل نبني بالثقة مو نبني بس حيطانه. خل توقف النخلة عدل نخلات كلهن مالن، ما نأجل الشغلة بعد خلونا نبني حالا حالا. أهل القيم انتو جبل ما ينحني، ويكون رسل من ينسحب لازم مدينة تنبني. ما نريد من نية أحد احنا أسياد أرواحنا، نبقى احنا واحد للأبد حب العراق سلاحنا. بالدم سرى حب
جبل ما ينحني، ويكرة من ينسحب لازم مدينة تنبني. شدوا الحزب أهل القيم يبنوا جبل ما ينحني. أعزائي مشاهدي قناة صلاح الدين الفضائية، أيضا خلينا نلتقي مع السيد محافظ صلاح الدين ونحن على مشارف مدينة العلم وأيضا البوعجيل. سيادة المحافظ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شعورك وأنت اليوم على أرض الدور والعلم والبوعجيل؟ اليوم شعورنا شعور منتصرين، شعور الانتصار، شعور الفخر بهذا النصر العظيم. اليوم احنا مثل ما تشوفون هاي منطقة البوعجيل، واحنا هاي الديار كلها تطهرت من عصابات داعش الإرهابية، وإن شاء الله احنا ماشيين على فلكة العلم. إن شاء الله. شكرا. إن شاء الله. إذا أعزائي المشاهدين لنا جولة مع السيد محافظ صلاح الدين في هذه المنطقة ومناطق أخرى، وأيضا عدد من المسؤولين من محافظة صلاح الدين. كونوا معنا. واحد يظل هذا العراق ما نرضى واحد يقسمه، من تنقسم هاي الأرض كان ننجرح قلب السيمة. واحد يظل هذا العراق ما نرضى واحد يقسمه، من تنقسم هاي الأرض كان ننجرح قلب السيمة السيمة. أهل القيم يبنوا جبل ما ينحني، ويكرة من ينسحب لازم مدينة تنبني. شدوا الحزب أهل القيم يبنوا جبل ما ينحني، ويكرة من ينسحب لازم مدينة تنبني. بزود ولدك يا وطن راية الغيرة معلقة، معاش كل من يجرحك غير اللي. أعزائي مشاهدي قناة صلاح الدين الفضائية، نحن الآن متوجهون إلى قرية البوعجيل التي تم تحريرها بالكامل من عصابات داعش الإرهابية. الآن القوات الأمنية تمسك الأرض في هذه المنطقة، وأيضا هنالك معارك الآن تدور في أطراف مدينة تكريت وأيضا المناطق المجاورة لمدينة تكريت مركز محافظة صلاح الدين. هنا الآن في هذه المناطق التي تم تحريرها من عصابات داعش الإرهابية أبناء الحشد الشعبي، أبناء المقاومة الإسلامية، أبناء العشائر أيضا متمسكون بتحرير كل أراضي محافظة صلاح الدين، وأيضا التوجه إلى الشرقاط ومن ثم إلى مدينة الموصل. هذه هي قرية البوعجيل التي تم تحريرها من قبل القوات الأمنية البطلة وأبناء الحشد الشعبي وأبناء عشائر محافظة صلاح الدين المنتفضين بوجه داعش الإجرامية. هذه هي قرية البوعجيل، وأيضا نرى هنا المقاتلون من أبناء الحشد الشعبي وأبناء القوات الأمنية المنتشرون في هذه المناطق. أيضا هنالك استعداد كامل لتحرير مدينة تكريت من عصابات داعش الإرهابية. أيضا نلاحظ معنويات المقاتلين وهم يلوحون بعلامات النصر ويرفعون العلم العراقي راية الله أكبر فوق هذه المناطق التي كان يغتصبها عصابات داعش الإجرامية. شد لحزامك يا بطل هو يا وطن أحزانه، خل نبني بالثقة مو نبني بس حيطانه. أيضا اليوم هنالك حضور ميداني للسيد محافظ صلاح الدين الدكتور رائد إبراهيم الجبوري، وأيضا بعض القيادات الأمنية والعسكرية وقيادات الحشد الشعبي، وأيضا بعض المسؤولين من محافظة ومجلس محافظة صلاح الدين. الآن يتوجهون إلى قرية البوعجيل التي تم تحريرها ليلة البارحة بالكامل من عصابات داعش الإرهابية.
وأيضا هنالك بشرى وهي تحرير قضاء العلم بالكامل أيضا من عصابات داعش الإرهابية. نلاحظ أيضا فرحة المقاتلين بالانتصار، فرحة أبناء الحشد الشعبي، فرحة أبناء العشائر المنتفضين بوجه داعش بعد تحرير قرية البوعجيل وأيضا قضاء العلم بالكامل من عصابات داعش الإرهابية. نلاحظ هذه الفرحة وهذه الأهازيج وهذه علامات النصر التي يلوح بها أبطال المقاومة والمجاهدون من أبناء العراق الشرفاء الذين دحروا داعش بالكامل وقضوا على هذا التنظيم الإجرامي. تلاحظون الآن أيضا السيد محافظ صلاح الدين الدكتور رائد إبراهيم الجبوري يترجل إلى المقاتلين من أجل السلام عليهم ومن أجل أيضا المباركة لهم بهذا النصر العظيم. يلا حيهم يلا حيهم يلا حيهم. هلا مجبور هلا وانا نشوف اليوم زيارة سيد محافظ صلاح الدين. نعايرزنا ان شاء الله. حياهم الله. في ارض البوعجيل احنا ولا نسحقهم بالكامل ان شاء الله. شرطة اتحادية وعصايب وكل داعش جيناهم ان شاء الله. نقول داعش جيناهم وحررنا وان شاء الله نحرر اخر شبر بالعراق. زيارة سيد محافظ صلاح الدين الدكتور رائد ابراهيم الجبوري لكم على ارض المعركة. نتشرف يا سيد الدكتور رائد ونتشرف اي مسؤول يزور وإحنا ان شاء الله نحرر اخر شبر بالعراق ان شاء الله. سيادة المحافظ أنت اليوم على أرض البوعجيل هذا الترحيب اليوم شعورنا شعور منتصرين، شعور فخورين بهذا الشباب البطلة أبناء منطقة العلم. احنا اليوم في البوعجيل ويتقدمون وإن شاء الله احنا رايحين على العلم. يلا بعمرو يلا. معنويات فول. أبنائنا المقاتلين اللي تشوفهم أمامك أبناء جبور، أبناء عشائر العلم، أبناء كل الشرفاء. احنا في أرض المعركة وبالخطوط الأمامية وقادمون، والتحرير إن شاء الله إعلانه قريبا جدا على لسان محافظ صلاح الدين. لا أستطيع أن أصف المعنويات وأنا أفرح أنا اليوم بين إخواني والمقاتلين ونحن على مشارف ناحية العلم والنصر قريب إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. أهنئكم يا أبناء العراق الشام الغيارة بهذا النصر الكبير وسوف يكون الفرح قريبا بتحرير صلاح الدين بكاملها. والله ما شاء الله المعنويات فول وزادنا فخر وشرف المحافظ والشيخ جاسم جبار ومعنوياتنا فول الفول، وإن شاء الله ندحرهم إلى عقر دارهم وللموصل. أخوان سنة وشيعة هذا الوطن منبيعة. عافية 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 عافية. أعزائي المشاهدين، نحن الآن في قرية البوعجيل التي تم تحريرها بالكامل من عصابات داعش الإرهابية. كما تلاحظون هذه هي قرية البوعجيل، هذه هي المنازل وأيضا الدوائر الحكومية الموجودة في هذه القرية وأيضا المحال. أبناء الحشد الشعبي، أبناء المقاومة الإسلامية، أبناء العشائر المنتفضين بوجه داعش الإرهابية الآن يسيطرون بالكامل على هذه المنطقة، منطقة البوعجيل.
وأيضا على ناحية العلم السيد المحافظ. ست حنان الفتلاوي، الحمد لله على السلامة أولا. الله يسلمك، الله يبارك فيك. وسط أهلي وناسي إن شاء الله. نتشرف بالسيد المحافظ وبجبور كلهم الأبطال. الرسالة اليوم الموجهة إلى أبناء محافظة صلاح الدين وإلى كل العراقيين، هنالك دعاء من الساسة وبعض من يروج إلى الفكرة الطائفية، ماذا تقولين في هذه المناسبة؟ سعداء بانتصاركم، سعداء بتحرير أراضي صلاح الدين منطقة بعد منطقة، سعداء بإنجازكم، سعداء بتكاتفكم. أبناء صلاح الدين مع قوات الحشد الشعبي مع المقاومة الإسلامية اشتركوا جميعا من أجل تطهير أراضينا وليطمئن أهالي صلاح الدين، كلنا معهم، قلوبنا معهم، دعائنا لهم، ستتطهر أراضيهم ويعودون لها، لا لأحد مطمع فيها. جئنا لدعمهم، جئنا لنقف معهم. المقاومة الإسلامية والحشد الشعبي والأجهزة الأمنية أخوانكم شركائكم، جاءوا لتطهير أراضيكم وستعود لأهلها وناسها الطيبين، وإن شاء الله سنحتفل بالنصر الكامل بعد تحرير كل شبر من أراضي العراق. سنحتفل معا كلنا كعراقيين شيعة وسنة بدون هذا التمييز، بدون هذه اللغة. أرضنا العراقية يجب أن تبقى طاهرة ولا يجب أن يبقى فيها أي فرد من داعش، إن شاء الله بسواعد الأبطال، بسواعد إخواننا من عشيرة جبور الشرفاء الأبطال، أخوة أمية البطلة. إن شاء الله سنحتفل عما قريب بالنصر الكامل إن شاء الله. أحسنتم. شعورك وأنت ترى اليوم المسؤولين من مختلف المحافظات بعد تحقيق هذا النصر الأكبر في محافظة صلاح الدين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة اليوم أنا أشعر أني عراقي فعلا، لأن هذه اللحمة هي أعطت رسالة لكل العالم أنه هذا الطيف العراقي. احنا هؤلاء العراقيين، يعني العراقيين الذين لا يقبلون التقسيم، الذين لا يقبلون الفكر الإرهابي. اليوم نحن فخورين في أرض صلاح الدين بهذه الخيرة الطيبة من إخواننا، من البرلمانيين، من المسؤولين، من أبناء الحشد الشعبي الذين جاءوا ليحرروا هذه الأرض من براثن هؤلاء الإرهابيين. إن شاء الله يعني احنا المتقدمين مع القطاعات ورايحين للعمل. هنالك من يروج على الطائفية ويعزف على وتر الطائفية، ماذا تقولون وأنتم ترون اليوم أبناء الجنوب، أبناء المقاومة الإسلامية، عصابة للحق؟ اليوم يوم فرح عظيم. هم أبناء محافظة صلاح الدين وإخواننا أبناء الجنوب، وعلى رأسهم القيادات السياسية والأمنية. نحن جميعا متواجدين في أرض المعركة، تحديدا اليوم نحن في مدينة البوعجيل، والتوجه والتقدم للأمام. اليوم نأخذ بثار الشهداء جميعا بهمة الأبطال الغيارى أبناء الحشد الشعبي وقواتنا الأمنية. اليوم نأخذ بثار الشهيدة أمية جبارة اللي أنا كما تعرفون أنا عمها. اليوم نأخذ بثار كل شهداء العراقيين ودمائهم إن شاء الله. اليوم هو يوم انتصار وفرح عظيم. اليوم لا مكان للإرهابيين ولا عودة نعلن من هذا المكان للجبناء. المكان والساحة للأبطال. نحن هنا لنقول سوف تطهر وتتحرر محافظة صلاح الدين على جميع يد الشرفاء الغيارى إن شاء الله. جاسم جبارة. الرسالة الموجهة لأبناء الحشد الشعبي. كما وعدنا أطفال ونساء العراق بأننا سنأخذ بثارهم ونعيدهم مطمئنين آمنين إلى ديارهم، ها هم نلاحظ أبناء الحشد الشعبي الأبطال وأبناء العراق من مختلف فئاته ومن مختلف محافظاته يختلط دمهم ويقاتلون صفا واحدا ضد براثن داعش وجرذانها الأنذال. ها هم يلتحمون اليوم ويعلنون بشارة النصر، وإن شاء الله على أيديهم يتحقق النصر وتتحرر كل محافظات العراق، ويعود العراق واحدا موحدا، ويكونون وتكون بشائر النصر إن شاء الله قريبة جدا في الموصل وفي الأنبار وكل حدود العراق. سحبهم سحيب
إن شاء الله المعنويات عالية عالية كلش عالية، الحمد لله والشكر على كل حال، وإن شاء الله ما يبقى كل أثر لداعش إن شاء الله. تسلمون يا رب العالمين. شكرا. الحمد لله بفضل المقاومة الإسلامية والحشد الشعبي والجيش العراقي البطل تم تحرير ناحية البوعجيل، وإن شاء الله سائرون في تحرير كافة سائر مناطق العراق بإذنه تعالى، والنصر إن شاء الله للجيش والحشد الشعبي وفصائل المقاومة الإسلامية. تحقق النصر على البوعجيل وها هم عصابة الحق حاليا متواجدين في المركز الصحي لمنطقة البوعجيل، معنويات عالية إن شاء الله وبهمة عالية بجهود هؤلاء النشامة الذين طووا الليل بالنهار واستمروا بالتقدم لتحقيق هذا النصر. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. طبعا يوم أمس دخلت تشكيلات المقاومة بكل فصائلها وخاصة عصائب أهل الحق لمنطقة البوعجيل. وجدت بعض المقاومة ولكن المقاومة كانت مو بالمستوى المطلوب. الحمد لله رادوا الدواعش أن يبقون على تشكيلاتهم داخل المنطقة، ولكن بفضل الله وبركات أهل البيت عليهم السلام تم الانتصار عليهم، والحمد لله لم نعطي أي خسائر في هذه المنطقة. طبعا كانت بعض العشائر السنية موجودة كانت متعاونة معنا، والآن الكثير منهم يحملون السلاح معنا ضد تلك التشكيلات، تشكيلات داعش الإجرامية التي عاثت في الأرض فسادا، التي قتلت الجنود في مجزرة سبايكر. والحمد لله بفضل الله وبركات أهل البيت تم الانتصار عليهم وإخلاء المنطقة منهم بالتمام. إذن بهذه الفرحة بهذه الانتصارات ننهي جولتنا لهذا اليوم التي كانت برفقة السيد محافظ صلاح الدين الدكتور رائد إبراهيم الجبوري وعدد من مسؤولي البرلمان وأعضاء البرلمان العراقي، وأيضا عدد من مسؤولي الحكومة العراقية في بغداد وقادة الحشد الشعبي والقيادات الأمنية. تقبلوا تحياتي علي الحمداني وكادر قناة صلاح الدين الفضائية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الشيب